سلام بنات، إن شاء الله تكونوا غاية. مرحبا بكم في قناة إيمان زادة. واليوم إن شاء الله غادي ندير معاكم غريبية تجي بزاف بنينة، هشيشة خفيفة ومقرمشة في نفس الوقت. هاد الغريبية دايما كل ما نديرها نحطها في ستوري، بزاف بنات يسقسيوني على الوصفة، كاين اللي نمدها لهم نكون على خاطري، وكاين اللي نقول لهم دوك نحطها في لاشين تاعي. واليوم جا وقتها. قعدوا معايا البنات، مكونات جد اقتصادية وسهلة بزاف وتوجد بالخف. عندي هنا 500 غرام مارغرين، زدت عليها 2 كيسان سكر، كاس ونص نتاع الزيت، لافاني. تقدروا ديروا لافاني غبرة ولا كيما انا درت لاروم تاع لافاني، ودرت رشة تاع ملح. وفي هاد المرحلة البنات تقدروا تخلطوا بيديكم، بصح تخلطوا شوية بزاف باش هكا يذوب شوية السكر. سينو ديروا بالباطر ولا بالميكسر باش هكا يتجانسوا دوك المكونات. وزدت معاهم 3 كيسان تاع قوقاو. كنت حمصته في الفور بيه في القشور تاعه طحنته شويه غلاد، ما تخليوهش يطحن بزاف تيولي هكا عجينه، ولا ما تخليوهش يغلد بزاف كيما راه يبانلكم هنا في الفيديو كيما هكا. من بعد بديت نزيد في الفرينه تكون على حساب ما تلزم العجينه. وزدت 2 ساشيات تاع الخميره الكيميائيه. هنا البنات تبقاو تزيدوا الفرينه غير بشويه، سورتو في التالي كي تبدي تلزم استناو عليها شويه، خاطش كاين الفرينه اللي تشرب. المهم الكميه اللي درتها لي 1 الكيلو تاع الفرينه. الا بغيتو كميه اقل قسموا كاع المقادير اللي عطيتهم لكم، خاطرش انا دائما ترماركيو لي فيديو تاعي نبغي ندير كميه كبيره. مالغري عايشه وحدي، ماشي زعما فضل العيال ولا، بصح تعجبني كي ندير حاجه وتشيط لي ولا نمد منها ولا سبورصا نبغي دائما ندير كميه كبيره تاع اي حاجه. من بعد ما لميت العجينه كيما شفتوا خاصها تكون طريه. المهم هنا راني قسمتها على 2 باش ما يضربهاش هكا الهواء وتنشف لي. قسمتها على 2 وبديت نكور فيها بشويه. جبت بلا تاع الفور دهنتها بشويه زيت، تقدروا ديروا ديريكت فوق البلا، وهي من الاحسن ديروا بابي كويسون باش هكا تفاداو لا تلصق لكم، سيرتو لا غفلتوا عليها وخليتوها طيب بزاف من تحت يمكن تلصق باسكو فيها السكر. سينو ديروا بابي كويسون باش هكا تيفيتيو عليكم هذا المشكل. هنا درت في الحبة تاع الغريبية 30 غرام، تقدروا ديروا 20 25 30 على حسب قداش تبغيو ديك الحبة تاع الغريبية. كاين اللي بغيها صغيرة، كاين اللي بغيها كبيرة. سينو سي وحدة في الفور، تكونوا ديجا مسخنينها من قبل. سي وحدة في الفور وشوفوا الا عجبتكم صغيرة ولا كبيرة. مهم هذه على حسب كل واحد كيش يبغي. من بعد ما نعبرها نرمدها مليح في سكر كلاص ونحطها في البلا. من بعد ما كملت جبت شويه تاع لوز ودرت فوق كل غربيه حبه لوز، ولا تقدروا ديروا قوقاو. مام البنات في العجينه تقدروا تبدلوا في بلاصه قوقاو ديروا لوز، ديروا قرقاس. مام هاد الحاجه اختياريه. عصروا شويه كيما راني ندير انايا باش اللوزه تحكم بلاصتها والغريبيه تشقق شويه ومازال تزيد تشقق في الفور. وهنا البنات هاد النقطة جد مهمة خاصكم تنتبهوا لها. كي تدخلوها للفور يكون ديجا مسخنينها من قبل. يليق غير طيب شويه من التحت، زعما غير تشوفوها بلي صفارت من التحت، ما تقدروش تعرفوا بصبعكم باسكو هي تقعد ترطب حتى تبرد وتقصح. كيما نقولوا شوفوها هكا من التحت الا شفتوها بلي صفارت باسكو بالخف عاود تكحل.
تشعلوا لها من الفوق عاود غير شويه من الفوق سابون بالخف الطيب الا قد تحضروها. وإلا بغيتو الغريبيه تاعكم تجي هشيشه بزاف غير تصفار من الفوق خرجوها من الفور، ما تخليوهاش تحمر، شحال ما حمرت شحال ما قصاحت، بمعنى واحد اخر شحال ما ولات مقرمشه. كي تخرجوا البلا من الفور ما تقلقوش ترفدوا الغريبيه وهي حاميه باسكو قادره تتفتت، تخليوها شويه تبرد عاده وقلعوها من البلا. لكم الكميه شحال جا اللي راه باغي يدير نصف الكميه كما قلت لكم غير المقادير اللي وريتكم قسموهم على زوج. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم اكثر واكثر. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده، خليتكم على خير.